البيعة معناها أنه يكون ميثاق وعهد بين الإنسان وبين الإمام، وهذا صار مفهوم إسلامي شائع، أنه المجتمع يبايع الخليفة، وإن كان هذه البيعة الموجودة هي بيعة غير شرعية، ولكن هي من ضمن سنن وقوانين الإسلام. شنو البيعة للإمام؟ البيعة للإمام أنه تبايع الإمام على أنه إمام مفترض الطاعة. البيعة شنو؟ البيعة تتكون من 3 عناصر أساسية. العنصر الأول وجود بائع ومشتري، هذا العنصر الأول، يعني وجود طرفين. العنصر الثاني للبيعة أنه أكو شيء لازم تبيعه. هسه موجودين عنصرين، أكو شيء لازم تبيعه. العنصر الثالث لازم أكو ثمن بهذه العقد والصفقة. الإمام هو المشتري والبائع المؤمن. شي يبيع المؤمن؟ يبيع نفسه للإمام. الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير قال: ألست أنا أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني أنتم مو بايعتوني على أنفسكم، فعلي بن أبي طالب هو هم ولي عليكم. إذن العنصر أنه نبيع أنفسنا للإمام. شنو الثمن؟ الثمن القرآن يبينه، يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هناك طرف وهناك صفقة أو شيء يباع، بالمقابل أكو ثمن لهذه الصفقة.